صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يومكم كله خير وبركه وراحه بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى كده ايه؟ يومنا كده هنبتدي كده من ساعة الفطار. مهنجة معلش، هنبتدي كده من ساعة الفطار. قلت بقى احضر فطار كده ايه ليا كده لوحدي كده بمزاج. كنت قاعده لوحدي في اليوم دوت والولاد ما كانوش موجودين. ربنا يبارك فيهم، يا رب يبارك في اولادكم. فقلت انا الصراحه اول ما بصحى كده لازم اعمل فطار الاول. يعني عودي نفسك كده قبل ما تشتغلي في البيت، قبل ما تعملي اي حاجه افطري علشان تقدري تقفي وتقدري تعملي شغل بيتك وتقدري تواظبي بقى يومك كده وتشوفي هتعملي ايه. انا هنا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كده جبت بيضايه حطيت عليها معلقه لبن وقرن فلفل كده وملح وفلفل وضربتها، وعملت كوبايه الشاي بلبن المتينه اللي هي لا غنى عنها، ما اقدرش استغنى عنها. شفتوا كده المدمنين بتوع اللي بيشربوا نسكافيه وقهوه دي، لازم انا كده بقى بس شاي بلبن. وهنا عملت بقى البيضايه كده زي الاومليت وعليها جبنه رومي، وسندوتش تاني كده عليه جبنه رومي. وهروح افطر كده وبعد كده نشوف هنعمل ايه. النهارده بقى يومنا كده هنعمل حاجه كده تنفعنا في العشاء، وكمان فكره كده للغدا من المشتريات اللي احنا اشتريناها. بس تعالوا الاول اقول لكم مكونات الكيكه اللي احنا هنعملها. كوبايه سكر، كوبايه حليب، ده حليب بودر، عشان لو ما عندكيش حليب هاتي بقى كده ايه، حليب بودر. وكوبايه ميه كده، وحطي معلقتين كده كبار واشتغلي عادي واعملي الكيكه بتاعتك. معايا نص كوبايه زيت، اقل كمان من نص كوبايه. معايا بيضايه واحده، انا بعمل بقى كيكه بيضه واحده وعملتها كتير في القناه، بس جميله ان شاء الله هتنفعك كده في الفطار في العشاء. حلو قوي يعني، ما تكلفيش نفسك بجد. واللبن البودره اداها ريحه رهيبه، كانت ريحتها تحفه وهي في الفرن وطالعه من الفرن كده زي العسل. وحطيت رشه فانيليا وضربت كل الكلام الجميل دوت. وهنا بقى نخله كوبايتين من الدقيق على كيس بيكنج باودر، وحطي كمان معلقه خل، بس هنخلي كان خلصان من عندي. طبعا انتوا عارفين بقى يا بنات، اخر الشهر في حاجات كتيره بتخلص كده ومش عارفين نجيبها. فالله المستعان، ربنا يملى بيوتكم كلها خير وبركه. اعملي بقى كده باللي عندك. كل اللي انا جبته دي كلها حاجات من اللي احنا كنا جايبينها في المشتريات بتاعت 600 جنيه اللي هتكفينا لاخر الشهر ان شاء الله. كل اللي جبته ان انا جبت لبن بودره، لان ما كانش عندي لبن حليب وما كانش عندي لبن بودره. انا بس ساعه ما كنت بفطر فاض مني كده بتاع ايه، بق حليب كده، رحت حاطاه برضو معاهم. بس هنا بقى كانت محتاجه كمان كده معلقه من الدقيق، حطيتها وخلاص. قلت اما اعمل بقى ايه المره دي كده في القلب الجميل بتاعنا ده، بس بقى ايه ادهنيه بالزيت كويس جدا وبطنيه كده بالدقيق. وطبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180 180 200 حسب الفرن بتاعتك حرارتها عاليه ولا لا. وحطيته في صاج ودخلته الفرن. تعالي بقى نعمل هنا ايه، هنعمل الكبد والقوانص اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض اللي كانت في الفيديو اللي فات. طب عشان تاكلي بقى كبده حلوه كده وريحتها جميله وطعمها زي العسل، هتغلي ميه فيها فلفل اسود، فيها مثلا ورق لورا، فيها بصلايه. بما اننا كنا مفرزينها ببصل فاحنا حطيناها ببصلها. حطيت اول حاجه القوانص، تاخد غلوتين 3 4 كده، يعني اكنها تستوي. وبعدين هنزل كده بالكبده والريم اللي انا بشيله دوت، دي كده الزفاره بتاعت الكبد والقوانص. ابدأي كل ما يطلع كل ما تشيليه وحطي معلقه خل، وخلاص على كده هتاكلي احلى كبد وقوانص. تعالي بقى هنا، شوحتي بقى البصل عقبال ما هي ما اتسلقت، وبعدين قطعتها كده صغير وصفيتها. وبعدين هبدأ بقى اشوحها كلها مع بعضها كده مع البصل. اديته بقى ايه درجة كده، يعني خليته لونه كده اصفر. لازم بقى نظبط نفسينا، ندور كده في الديب فريزر بتاعنا او الفريزر بتاعنا على اي حاجة نعملها. في بواقي كده حاجات احنا بنشيلها كده، اللي هي علبة الطوارئ، عارفينها اللي احنا بنشيل فيها شوية شوية لحمة مفرومة، شوية فراخ. هنا بقى بقول لكم ان الكيكه طلعت ولازم تختبريها كده بالسكينه، وكده طلعت زي الفل. تعالي بقى هنا بعد ما شوحت كل الكلام ده، حطيت فلفل الوان زي ما بقول لك كده. افتحي الديب فريزر بتاعك، طلعي بقى علبه الطوارئ. عندك مثلا شويه فراخ متعصجه، شويه لحمه متعصجين، صباعين سجق، طلعي واعملي مثلا صينيه جلاش. يعني انا بعد الاكل دوت عملت بالفراخ الشاورما اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. عملت صينيه مكرونه بالبشاميل، دي فكره برضه عشان لو حابه تعملي. وبالبواقي اللي انا كنت شايلاها في علبه الطوارئ عملت صينيه جلاش، وكان عندي لفه جلاش. خليها عندك على طول في مشترياتك في الفريزر، بجد صدقيني هتنفعك في اخر الشهر جدا. هتحشيها اي حاجه، تحشيها بقى جبن، هتحشيها حبه لحمه مفرومه، حبه فراخ،
اي حاجه عندك، حته جبنه قريش هتبقى زي العسل. هنا بقى نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات ورشه من القرفه وشويه بابريكا. وهنا بقى التوم اللي احنا عملناه بالفلفل هاخد حبه كده في النص كده، بعد بقى ما الكبد والقوانص بتاعتي استوت خالص، خلاص اخر 5 دقايق كده شوحي بقى حبه الفلفل بالثوم دولت، وشمي احلى كبد وقوانص في الدنيا، بجد بتوديها في حته تانية، ريحتها وطعمها تحفه تحفه تحفه. اللهم بارك، جربي بالطريقه ديت. وحمرتي بقى ايه، حمري بقى جنبيها شويه بطاطس، شويه رز ابيض، انا ولادي بيحبوا ياكلوا الكبد والقوانص بالرز الابيض، فطبعا هعمل لهم مثلا بتاع كوبايه كوبايه ونص كده من الرز برضو جنب الاكل. وبكده قضينا اليوم بتاعنا وعملنا الحلو وفطرنا وكل حاجه. هنا بقى كان عندي شويه صوص الكراميل اللي انا عاملاه، روحتي صباهم كده على الكيكه بتاعتي القمر دي، طبعا انا قلبتها وده ظهرها، ورحت صب عليهم كده ايه شويه الكراميل. هنا بقى هعمل شويه رز، رحت واخده معلقه كده من السمنه وكوبايه كده من الرز غسلتها وهبدا اشوحها. فزي ما بقولك دوري كده عندك في التلاجة، دوري عندك كده في التربو، وطلعي واعملي اكل كده لولادك اخر الشهر، كلنا بنبقى مزنوقين اخر الشهر. زي ما قلتلك فكري كده وان شاء الله هتلاقي. وزي ما قلتلك اي حاجة انتي هتعمليها شيلي منها شوية في علبة كده في الفريزر، شوية لحمة مفرومة، شوية الفراخ. زي ما قلت لك جبنه برضو السوسيس ده والسجق ابو لحمه مفرومه ده شلت منه 4 كده، كنت طلعتهم وقلت اعملهم في صينيه الجلاش مع الفراخ نص ونص يعني. بس لقيت اللهم بارك شويه الفراخ اللي احنا كنا معصجينهم وشايلاهم في علبه الطوارئ نفعوا وكفوا الحمد لله. هنا بقى حمرت شويه بطاطس، انا رش عليها بابريكا، وعايزه اعمل معاكم بقى توابل البطاطس بعملها تحفه ان شاء الله. كنت عاملاها قبل كده بس اخواتي وحبايبي بقى جداد في القناه ما اكيد ما شافوهاش، ان شاء الله اعملها تاني معاكم حاجه كده ما شاء الله. وهنروح نتغدى بقى ونيجي. جيت هنا بقى بالليل رحت عملت لهم كيس العصير اللي كنا جايبينه في المشتريات، وقطعت لهم كيكه كده وياكلوا بقى ويتعشوا. احنا اصلا من الناس اللي ما بتتعشاش، خلاص احنا بنتغدى وخلاص على كده. وبألف هنا وشفا، وما تنسينيش بقى في اللايك ودعوة حلوة منك، وبألف هنا وشفا على قلبك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.